أنا دانا سعيدة فرحانة. أنا دانا سعيدة فرحانة. في عالمي ألوان تفرح في الأكوان. أنا دانا أنظر في تلك الثمرة، أنظر في تلك البذرة، أعرف أن الله تعالى أبداها صارت ثمرة. أنا دانا سعيدة فرحانة. أنا دانا سعيدة فرحانة. في عالمي ألوان تفرح في الأكوان. أنا دانا هيا إلى عالم دانا كي تحلو بكم دنيانا. أرسم هذا الكون لكم وبرسمته فنانا. أنا دانا سعيدة فرحانة. أنا دانا سعيدة فرحانة. في عالمي ألوان تفرح في الأكوان. أنا دانا مرحبا بكم في عالم دانا. كيف حالكم؟ من منا لا يأكل؟ على كل الكائنات أن تأكل لتستطيع ممارسة الحياة كما يجب، أليس كذلك؟ والأطعمة متنوعة، فمنها يساعدنا على النمو، منها ما يمدنا بالسعرات الحرارية. إذا الطعام مهم لأجسادنا الصغيرة لكي تكبر. هل تأكلون البيض؟ وهل تشربون الحليب واللبن؟ فهي تساعد على نمو العظام. وحلقتنا من عالم دانا ستكون عن الرزق وطعام الإنسان. هيا بنا. إن لكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى رزقا، وهذا الرزق موجود في هذا الكون مقدر من الله تعالى. وقد خلق الله سبحانه وتعالى في كل مخلوق الاستعدادات والقدرات لكي يحصل على رزقه، وخاصة الإنسان الذي استخلفه الله تعالى في الأرض. فهيا ننظر في آيات الخلاق العليم سبحانه وتعالى في تدبير أرزاقنا. هذا الرزق الذي بدونه لا نستطيع أن نتحرك ولا تنمو أجسامنا، وبدونه تهاجمنا الأمراض، بدونه تتوقف الحياة في أجسادنا. قصة تدبير رزق الإنسان تبدأ حتى قبل أن يخلق. فعندما يكون الإنسان جنين داخل الرحم ينتقل من طور إلى طور، يجد أن الله قد أعد له الرزق المناسب لكل طور. يأتيه رزقه عن طريق حبل السرة. وحين يدخل مرحلة بناء العظام يأتيك الكالسيوم بوفرة، فإن لم يوجد في غذاء الأم نحت الكالسيوم من عظام الأم ووصل إلى عظام الجنين، حتى إذا كبرت ونبتت لك أسنان هيأ لك ومنحك مصدرا جديدا لرزقك، مصدرا من هذه الأرض ومن السماء. جسم الإنسان كالمخلوقات الأخرى يتكون من خلايا بلايين وبلايين الخلايا، ولكي ينمو جسم الإنسان ويتحرك ويكتسب حماية من الأمراض فإنه بحاجة إلى توفير كميات مستمرة إلى كل خلية في جسده من البروتينات والنشويات والدهون والفيتامينات والأملاح والمعادن، كما أن كل خلية بحاجة إلى إخراج دائم لفضلات التفاعلات الكيميائية داخلها. فمن أين يمكن توفير كل هذه الكميات المذهلة من هذه المواد؟ وكيف يتم إيصالها إلى الخلايا؟ إذن للإنسان قصة مع الطعام تبدأ من بطن أمه. يا سلام، الطعام المفيد لذيذ، التفاح، البرتقال والسمك أيضا. هل تحبون السمك؟ دانا تحب السمك اللذيذ، وأنتم هل تحبون الطعام اللذيذ مثل دانا؟ جسم الإنسان يحتوي على بلايين الخلايا، وكلها تحتاج إلى الطعام لتجابه الأمراض، أليس كذلك؟ إذن القرآن يأخذ بيد الإنسان إلى باب العلم والمعرفة. إن ذلك يدلكم على المصنع الذي خرج منه.
إنه المادة الخضراء. فمن الذي أوجد هذا المصنع؟ ومن الذي وفر له المواد الخام اللازمة لعمله من ماء وهواء وتربة وضوء؟ من غير الله الرزاق العليم الذي أعد تلك المادة الخضراء وهيأ لها تلك المواد الخام اللازمة لعملها كي تنتج النشويات والسكريات، والتي تختزل بعد ذلك فتتحول إلى دهون. وإذا ما جاء المطر حاملاً معه النيتروجين من مخزنه في طبقات الجو في الهواء تحولت إلى بروتينات. المصنع الأخضر ذلك هو المصنع الوحيد الذي يوفر لنا المواد الخام لغذائنا ولغذاء كافة الأنعام والحيوانات والتي نتغذى عليها أيضاً. هذه المصانع الخضراء من بديع صنعها أنها تعمل دون ضجيج أو إزعاج أو تلويث لتخرج لنا تلك الثمار اللذيذة الشهية، والتي هي مخازن خزن فيها غذاؤنا. وبعد، كيف تصل تلك المواد التي في الثمار والحبوب إلى خلاياك حتى تستفيد منها؟ إذن تأمل في خلقك، في نفسك، في الأجهزة العديدة التي تعمل لتوصل هذا الرزق إلى تلك الخلايا في الجلد أو في الدماغ أو في النخاع والعظم أو في أي جزء آخر من بدنك أيها الإنسان. تأمل كيف يعمل جهازك الهضمي على تقطيع وتفتيت وإذابة ذلك الطعام حتى يتسنى الاستفادة منه. تأكل قواطعه ومعدته وأمعاؤه وأنزيماته المختلفة. ثم تأمل في ذلك الجهاز الدوري وكيف ينقل تلك المواد من أمعائك ثم ينقلها إلى كل خلية من خلايا جسمك. تأمل كيف يستخدم نظام أنابيب معقد يزيد طوله على 96,000 كيلومتر لأداء مهمته. وتأمل تلك المضخة التي تعمل على مدار الساعة لضخ ذلك السائل الأحمر الذي يحمل لخلاياك الطاقة والأكسجين ويحمل معه المخلفات السامة من فضلات المواد العضوية المؤذية ويتخلص منها بمساعدة أجهزة أخرى في جسمك. نعم، إنها بعض آيات الله تبارك وتعالى في تدبير رزقك أيها الإنسان، تخبرك أن الذي أعد ذلك حكيم خبير واحد أحد. بلى، إن كل ما سبق ليشهد أن هذا من تدبير وصنع حكيم عليم رزاق كريم، بل إن كل ما في الكون دليل ناطق بوجود الله تعالى وصفاته العلى وأسمائه الحسنى. والآن تصل دانا إلى نهاية هذه الحلقة من عالم دانا. نلقاكم على خير في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.